يابا جيت انشدك بالله يا دار وين سكان المعرة راحلة يابا. هاي المصلحة نحن بنشتغل فيها من 20 سنة. كنا بمدينة معرة النعمان نشتغل فيها، ومدينة معرة النعمان يعني مشهورة كتير بهاي المهنة، وفيها كتير مشاغل يعني بتخص المهنة هاي، وكل مشغل بضم 40-50 عامل. كانت قبل فروات جلد طبيعي غنم، بعد المنة تطورت الأمور، التغى جلد الطبيعي الغنم وتحولت لفرو صناعي، وأبدعت فيها بكل الأشكال، من الفروة للصدرية للمانطو للجاكيت، من جميع أنواع الشغل. مهنة أهل البلد هاي يعني مشهورين فيها من زمان. اليوم نحن تصميمنا متعلق بالجاكيت الرجالي، هي السترة، والصدرية نحن مسميها بدون كمام، سترة بدون كمام. نحن عملنا محصور بهالعمل هذا، واغلبه مثلا 80% بالفرو، بمجال الفرو. هاي مصلحة البلد مثل ما بيقولوا، من 40-50 عام لهلا لوقتنا الحالي. والمعامل بالبلد موجودة كثير، المعامل موجودة بالبلد اللي بتشتغل بنفس المصلحة. بداية كانت بمجال الفراء والجلود الطبيعية، طورناها نحن وتطورت معنا لوقتنا الحالي، تطورت على مجال الفرو الصناعي والجلود الصناعية. يا بلا عدي على الدار والقى خلتي راحلة يابا، وهموم قلبي نستني ليالي راحلة. يابا جيت انشدك بالله يا دار وين سكان المعرة راحلة يابا. بلشت فيها بال96 الخياطة. تعلمت عند معلم طوصاي، يعني جلابيات بناطرين قمصان لازم منه يعني. فبعد فترة خفت الطلب على البناطرين والقمصان، اشتغلت الجاكيت فغيرت. هلا صار لي هون عند هذا الزلمه ما يقارب ال 15 سنه، يعني اشتغلت عند هذاك 15 وعند هون هلا هون عند ابو شيء 15 سنه. ايه الحمد لله يعني مستوره الحمد لله. مثل هيك ورشات بتلم اهل المعره، يعني لانه احنا اشتغلنا فيها في المعره، وهلا بما انه يعني مصلحتنا هاي بدها تلمنا، اجباري بتلمنا لانه هي مصلحتنا يعني، عرفت. حركة النزوح اللي صارت عندنا بالبلد كانت إجبارية بنقلتنا لهون. نحن طبعا واجهنا صعوبات كثيرة بعد حركة النزوح، لبين ما لمينا اليد العاملة اللي كانت تعمل معنا، والحمد لله هون وسعنا مجال الشغل بحيث ما انحصرت المصلحة بإذن المعرة فقط، بالأرياف وبجميع المحافظات، وعم ننقل نحن المصلحة لليد العاملة اللي من غير أبناء معرة نعمان. فأنت طبعا إقلال البطالة وإتاحة فرص العمل للشباب وعمل للشباب بشكل عام. يا بيك اليوم بكير الشمس بتشرق من عنا، بذكر لما كنت صغير كانت المعرة جنة. يا بي كيف أمي وعن أخواتي مهتمة، تركت أخوالي وعمي كانت المعرة جنة، كانت المعرة جنة.